السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وقبل البدء، إذا كنتم من محبي كرة القدم المغربية والعالمية، ندعوكم إلى الانضمام إلى قناتنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الساحة الوطنية والعالمية. وقبل البدء المرجو لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عودناكم مشاهدين الكرام بالخبر الأكيد ومن المصدر الموثوق دائما، حيث أننا لم نتحدث قط عن موضوع إبراهيم دياز بتاتا، لأن هذا الموضوع كان تراند بالإشاعات فقط والأخبار الزائفة. فيما أتينا لكم اليوم بالخبر الأكيد وبالتفصيل، لهذا شاهدوا الفيديو إلى الأخير وادعمونا بلايك ومشاركة الفيديو مع العائلة والأصدقاء. بداية، أكدت عدة وسائل إعلام إسبانية الصادرة اليوم السبت بأن إبراهيم دياز اختار اللعب للمنتخب المغربي بعد إقناع تام من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع الذي تبنى هذا الملف شخصيا. ومن ضمن الصحف الإسبانية التي أشارت إلى قرار إبراهيم دياز باللعب للمنتخب الوطني، صحيفة الأسي التي كتبت على صدر صفحتها الأولى وبصورة دياز: إبراهيم دياز اختار اللعب للمنتخب المغربي. ومن المنتظر أن يكون دياز حاضرا مع المنتخب الوطني في معسكر مارس، تحضيرا لوديتي أنغولا وموريتانيا حسب الصحف الإسبانية. وكتبت الصحيفة إن رغبة المغرب في ضم إبراهيم إلى المنتخب المغربي ليست جديدة، وتعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي منذ فترة طويلة على إقناع اللاعب المدريدي. وخلف الكواليس وأيضا علنا، علاوة على ذلك، لا تتوقف المعلومات عن التدفق من المغرب لتقول بأن قرار دياز بارتداء قميص الفريق الوطني والمشاركة في كأس إفريقيا الأخيرة كان شيئا مستحيلا، لأن إبراهيم لم يكن يحمل الجنسية المغربية. والآن أصبحت هذه الرغبة أقرب بكثير. وأضافت بأن إبراهيم دياز انتظر دائما دعوة إسبانيا، والآن يعول عليه لويس دي لا فوينتي، بدليل أنه وضعه في القائمة الموسعة لمواجهة لاروخا ضد كولومبيا في 22 من مارس، وضد البرازيل في 26 من مارس. ورغم أن هذا الاهتمام لم يلقه دياز شخصيا من خلال مكالمة من المدرب الإسباني، إلا أن الجامعة المغربية قدمت مشروعا مغريا للغاية، وتعتبر أن إبراهيم هو العنوان الرئيسي لهذا المشروع. ومن الناحية العملية، فهي مسألة تتعلق بالدولة، وكانت المودة التي أظهرها الركراكي والجامعة المغربية حاسمة في إبقاء هذا الاحتمال قائما. هذا ما في الفيديو، وفي لقاء آخر إن شاء الله.